التحق بكلية الهندسة، ولكنه غير المسار وحول لدراسة الطب، بل برع في دراسة الطب وتخصص في جراحة الأورام. وبعد سنوات دشن مشروعه الثقافي الكبير صالون الجراح الثقافي. مع حضراتكم الأستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد. لو سألتك انت مصري تقولي ايه؟ تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري تقولي ايه؟ تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري وبخفة دمي مصري. وكل مصر الله عليه وكل مصر الله عليه وكل مصر الله عليه. مع حضراتكم شخصية مميزة معانا، ومع حضراتكم جراح وأديب ومفكر الأستاذ الدكتور جمال السعيد. أنا سعيد إن احنا بنجري هذا الحوار مع حضرتك، شخصية ثرية متعددة الجوانب كجراح ماهر وكمثقف ومفكر كبير. اهلا بحضرتك يا فندم. برنامجنا بيركز على السيرة الذاتية، أهم الشخصيات الملهمة في حياة حضرتك، أهم المحطات اللي بتشكل نقلة حقيقية في حياتك الشخصية والمهنية. نبدأ من الأول. الدكتور جمال السعيد هو شقيق ل8 إخوات. شخصيته كانت بتتسم بالهدوء، كان بيحب الرسم، وكان مركز زي إخواته إنه يدخل كلية الهندسة لرغبة الوالد. كلمنا عن البداية وإزاي اكتشفت ملكات داخل نفس الطفل جمال السعيد. بص حضرتك، الوالد بالنسبة لي كان شخصية يعني استثنائية، ولذلك أنا بحب أحتفظ باسمه في اسمي. يعني أنا اسمي جمال مصطفى سعيد. طبعا العيلة بتاعتنا كلها مشهورة باسم العيلة اللي هو عيلة سعيد. صحيح. إنما أنا وأحيانا بنقول السعيد، وأحيانا السعيد، ما يعني خطأ مقبول يعني. صحيح. في الفترة اللي أنا خدت فيها الثانوية العامة كان عادة الأوائل إنهم يخشوا كلية الهندسة، أوائل الجمهورية. في الوقت ده كانت الهندسة عليها إقبال أكتر من الطب، لأنها يعني كانت الفترة اللي كان السد العالي البناء بتاعه خلص والمهندسين عليهم طلب كتير، وكان لهم رونق في المجتمع. مظبوط. يعني معروف زي عرف كده، أوائل الثانوية العامة بيروحوا كلية الهندسة على طول. وبس طبعا المجموع الكبير بيدي لحضرتك حرية الاختيار. أخويا الكبير كان دخل الهندسة، وأنا بناء على التيار العام أنا كمان دخلت كلية الهندسة. في أثناء الفترة دي اللي هي بعد ظهور نتيجة مكتب التنسيق، أنا حصلت لي مشكلة في ودني، والمشكلة دي استدعت إجراء عملية جراحية. فلما دخلت المستشفى أعمل عملية جراحية وحصلت فيه بعض المضاعفات، والفترة طولت، فعشت في الجو بتاع الطب. والدكاترة الصغيرين الامتياز والنواب كانوا بياخدوني معاهم في المرورات. اتشديت حضرتك لمهنة الطب، والحكيمات كانوا بيخلوني أدي الحقن للمرضى بدلهم. فعجبني الجو العام ده. ف يعني تراود في فكري ان انا احول كلية الطب، وده تقريبا كان مستحيل. كنت حضرتك قبلت اساسا في هندسة خلاص، عاوز تحول بقى. انا قعدت في كلية الهندسة 3 شهور. 3 شهور. طبعا التحويل من كلية الهندسة الى كلية الطب او اي كلية تانية كان من المستحيل كسرها يعني. انما عمي اللي هو اكبر من والدي لما جه زارني في المستشفى وانا عيان، قلت له انا عاوز احول كلية الطب ودي مستحيل. قال لي طيب سيبني انا اتصرف انا في الموضوع ده، واقنع الوالد فعلا بالتحويل. انما اصطدمنا انه التحويل مستحيل، ولسبب ما انا لحد النهارده ما اعرفوش. فتح المكتب التنسيق لمده يوم واحد
للي عاوز يعمل تحويلات. ما تعرفش حضرتك ايه السبب يعني. اقدار. اقدار. فجاء عمي وخدني معاه من المستشفى، ورحنا غيرنا الرغبة إلى كلية الطب، وما كانش فيه أيامها بقى رياضة وعلوم وحاجات زي كده. وقالوا احنا التحويلات بتاخد تقريبا 3 شهور عشان تبان النتيجة، تمام. وفي خلال الفترة دي لازم تروح الكلية اللي انت قبلت فيها اللي هي كلية الهندسة. جميل. فرحت كلية الهندسة وانتظمت في الدراسة لمدة 3 شهور، وبعد كده جالي التحويل لكلية الطب. طبعا كانت الدراسة بدأت والأمر كان بقى في غاية الصعوبة. طب القصر العيني. طب القصر العيني. تمام. بدأت أنتظم بقى في بدأت الدراسة. تنتظم، بس العام الدراسي كان يعني مشي منه كتير، تم إهدار وقت كتير. عرفت حضرتك تجمع ولا حصل إيه في العام الدراسي الأول والله ودراسة الطب بالذات وما أدراك ما دراسة طبعا. الطب حاجة يعني مش ممكن حد يتخيلها يعني، إنما هو ربنا سهل. ونجحنا كده في الصف الأول بتقدير كويس. طلعت الأول بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هو ما كانش في امتحان في سنة أولى، في كان أولى وثانية لهم امتحان واحد. تمام. برضو الأقدار بتلعب دور اهو. حضرتك جمعت. تمام. فطلعت الأول. دخلنا كلية الطب وحضرتك حبيت هذه المهنة. مظبوط. أكيد في حياتك المهنية يعني أشخاص بيبقوا ملهمين في حياتك. تخصص الجراحة بالتحديد، الجراحة العامة، يعني كان الدافع من ورائي. في عرف في كلية الطب إنه أوائل الدفعة بيخشوا في تخصص الجراحة. تمام. برضو والعرف ده موجود لغاية دلوقتي يا دكتور؟ لا. خلاص دلوقتي. أنا كنت بعد ما اتخرجت رحت فترة الامتياز، كانت في قسم الدكتور إبراهيم بدران. العظيم الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران. وده هو اللي بقى اللي حببني في التخصص، شخصيته أكتر من العلم نفسه، أكتر من التخصص نفسه. أخلاقياته هو أثر فيا قوي. إن أنا مرة كنت خارج من القصر العيني وأنا دكتور امتياز. دكتور امتياز ده محدش من الأساتذة بيشوفه أصلا يعني ولا يعرفه. فلقاني خارج من قصر عيني ماشي، فوقف عربيته بيقول لي رايح فين يا ابني؟ انت مش شغال ما عندنا في القسم؟ قلت له قال لي طب اركب معايا وانا هوصلك. وقعدنا نتكلم بقى، فقال لي لا ده انا لما اروح البيت انا لازم اتعرف على الوالد اللي ابنه بالمواصفات بتاعتك دي، انا لازم اتعرف عليه. وفعلا وصلني البيت وطلع معايا وقعد مع والدي فترة ودردشهم بعض، وبعدين بقوا صحاب. وقال له جمال لسه ما تخصصش لحد دلوقتي، والتخصص بعد 12 شهر. فأنا بقول لك هو لن يصلح إلا في تخصص الجراحة. هايل. وكان هذا هذا التخصص اللي استمر مع حضرتك. عند النقطة دي هنتوقف عشان نطلع أعزائي المشاهدين لتقرير نسأل ولاد بلدنا الطيبين عن شيء مهم جدا، وهو علاقة الطالب بأستاذه وتأثير ده على حياته المهنية والعملية. ونرجع تاني نكمل مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد. علاقة الطالب بالمدرس المفروض تكون مبنية على الثقة والاحترام ما بينهم. المدرس المفروض شخصيته بتبقى شخصية محترمة، عشان دي بتأثر على الطالب، والمتلقي منه أي حاجة بيقولها بيقدر يستوعبها منه. المعلم ده زي الأب كده في البيت بالظبط، يعني الطالب بيتأثر بالمعلم بتاعه زي والديه. لازم يعامله زي ابنه ويهتم بأخلاقه وتربيته، عشان كده بيقول لك التربية ثم التعليم، يعني التربية جت قبل التعليم. الطالب طول عمره بيفتكر المدرس اللي شرح له كويس واللي اداله حكمة واللي اداله موعظة. أنا بالنسبة لي مدرس العربي لما كنت في ابتدائي هو اللي علمني الأدب والأخلاق، وكل المناسبات الوطنية بناخدها ليه، وعلمني العربي لغاية دلوقتي. العربي أنا الحمد لله بسبب المدرس اللي هو وأنا كنت في ابتدائي. كل المدرسين لازم نحترمهم، هم اللي بيعلمونا كل حاجة أكتر من البيت. في حياتنا ناس هم الأساس، ثابتين معانا مهما يجرى. في حياتنا ناس هم الأساس، حقيقي شكرا من هنا لبكرة. في حياتنا ناس هم الأساس، ثابتين معانا مهما يجرى. في حياتنا ناس هم الأساس، حقيقي شكرا من
اهلا بحضراتكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وفي ضيافتنا وضيافتكم الاستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد، الجراح والمفكر المعروف. برحب بحضرتك مره تانية يا دكتور جمال. أشكرك يا فندم. اهم المحطات اللي في حياه الدكتور جمال المهنيه بقى كطبيب. طبعا تخصص الجراحه بيبلع الوقت وما بيديش اي فرصه لاي حاجه تانية جنبه يعني. بس انا الحمد لله ربنا وفقني وخدت الماجستير قبل الميعاد بتاعي، فكان عندي وقت فاضي ان انا اقدر فيه امارس بعض الهوايات. اتجهت الى الخط العربي كده. كنت حضرتك من زمان من ايام ابتدائي واعدادي وثانوي وانا بعرف السيره الذاتيه كده بتحب الرسم وخطك حلو. وكان عندي بقى الريش ايوه والحبر الشيني، وكنت ببوظ البيت وكنت بعمل لوح واعلقها، وساعات كنت بشترك في معارض وانا صغير يعني. هاي. والفتره دي بقى كانت فتره سريعه في حياتي، بس للاسف كانت فتره قصيره جدا. وبعدها سجلت رساله الدكتوراه، واللي اشرف على رساله الدكتوراه واحد من كبار اساتذه الجراحه. استاذي كان الدكتور عبد العظيم رفعت، وده كان جراح ملء السمع والبصر اياميها، والحقيقه هو تبناني، وكان برضه هو ووالدي اصبحوا اصدقاء، وهو شخصيه يجب على الدوله انها تحتفل بيه. وبعد ما خدت الدكتوراه وترقيت من مدرس الى استاذ مساعد الى استاذ، حصلت على جائزه الدوله في العلوم الطبيه، وانا بستلمها انا قلت انا لا استحق هذه الجائزه، دي للاستاذ بتاعي الدكتور عبد العظيم رفعت، عرفانا بجميل الاستاذ الدكتور عبد العظيم رفعت، وطبعا الدكتور ابراهيم بدران، واهدتها لوالدي في نفس الاحتفال اللي كانت عاملاه الجامعه اللي كان رئيسها اياميها الاستاذ الدكتور فتحي سرور. ثم كرمت عام 1995 بنوط الامتياز من الطبقه الاولى من السيد رئيس الجمهوريه. مظبوط. طبعا دي بناء على مجمل الابحاث والنشاطات اللي انا عملتها. بعد كده بقى لما اخذت وظيفه مدرس واستاذ مساعد ثم استاذ ثم رئيسا لوحده الجراحه بكليه الطب جامعه القاهره لحد سنه 2007. بعد كده اتنقلت بقى لمجلس اعلى الجامعات عضوا في لجان ترقيه اعضاء التدريس. اساتذه الجراحه. في الاول عضو ثم رئيسا للجنه. مقررا للجنه الاساتذه المساعدين لمده 6 سنين. ثم للجنه الاساتذه لمده 6 سنين تانيين. نتيجه بقى بعض النشاطات الثقافيه. لا قبل النشاطات الثقافيه يا دكتور، تخصص جراحه الاورام بالتحديد، يعني حضرتك في البدايه درست الجراحه، دخلت قسم الجراحه العامه، لكن بعد ذلك تخصصت في جراحه الاورام. مظبوط. كان في دافع وراء هذا؟ طبعا اكتر الناس مظلومه في عالم الطب هم مرضى الاورام، وكان في اعتقاد شائع عند معظم الناس انه اللي بيجي له ورم او الناس ما تحبش كلمه سرطان عموما، يعني اللي يجي له ورم او يجي له سرطان او اي حاجه معناها انه ده حكم بالاعدام عليه. وده مش حقيقي، ده مش حقيقي. والطب كل يوم كان بيتقدم. صحيح. واصبح دلوقتي مرض السرطان اذا كان مبكر فاصبح الشفاء التام هو هدف العلاج. كان زمان مجرد السيطره فقط على المرض. صحيح. ده بقى اللي خلاني لما سافرت بره لقيت مرضى السرطان هناك بيخفوا وعندنا ما بيخفوش. ممكن لضعف الامكانيات ساعتها، ممكن لقله النشاطات العلميه اللي موجوده. فكان ده دافع كبير ان حضرتك تتخصص في هذا الفرع الهام لتخفف الام المكلومين والمرضى. اللي شجعنا ده برضو المدام زوجتي، وهي استاذه برضو في تخصص الطب الطبيعي، الدكتوره راجيه كامل، وكانت برضو بيجي لها بقى الاعاقات والحاجات اللي بتحصل بعد علاج مرضى الاورام بتبقى برضو متاثره بيها جدا. صحيح. هي اللي شجعتني برضو ان انا امشي في هذا الموضوع. ولا انسى هنا بقى دور الوالده العظيمه الله يرحمها عليها رحمه الله. عليها رحمه الله. عنوان جميل شد انتباهي وانا بقرا في السيره الذاتيه بتاعت حضرتك اثناء حرب 73 وهو طبيب الجبهه. دي تجربه سريه جدا، كلمنا عنها. في عندنا نظام في الجامعه
انه مدير المستشفى عمله بينتهي الساعه 2 او الساعه 3. صحيح. وبعد كده بيعين ما يطلق عليه النائب المقيم الاداري. النائب المقيم الاداري ده نائب المستشفى عموما، ده بيبقى 24 ساعه في اليوم شغال يعني، فهو موجود فتره بعد الظهر. بتختار الاداره واحد فيهم يقوم او يحل محل مدير المستشفى في فتره بعد الظهر وبالليل. الحرب اكتوبر قامت الساعه 2 الظهر، كان مدير المستشفى غادر المستشفى خلاص يعني، فكلموني في التليفون ان انا اروح مكتب مدير المستشفى، وانا كان عندي يعني 24 25 سنه كده يعني. فرحت وقعدوني على المكتب بتاع المدير وقالوا لي استنى تعليمات من القوات المسلحه. فرحت هناك فجت التعليمات، قالوا لي انت مدير مستشفى لحد الصبح ومطلوب منك اخلاء المستشفى بالكامل انتظارا لوصول جرحى من الجبهه. فعملت المطلوب مني. تاني يوم الصبح بقى بعد ما خلصت المهمه بتاعتي رحت قعدت على المكتب، بفتح الباب لقيت واحد عسكري قاعد على المكتب لواء. فقلت له انا دكتور جمال مصطفى مدير المستشفى المناوب. قال لي طب انا عسكري. فرحت واقف، قال لي انا اللواء فلان فلاني قائد المستشفى من الان. تمام. وانت دلوقتي مكلف بانك تعمل فريق من زمايلك وتيجي تعليمات بانك انت تطلع على الجبهه من دلوقتي، هتروح مستشفى السويس العام. فلما رحت مستشفى السويس العام قعدنا فتره حوالي 15 يوم هناك، وكنا بنعالج الجرحى. طبعا الجرحى دول كانوا بيجوا باستمرار ليل ونهار على مدار 24 ساعه. وكان معانا استاذ جراحه كبير ساعتها، يمكن حضرتك تتذكر اسمه، الاستاذ الدكتور عمر عسكر. طبعا. وكان احنا الفريق بيشتغل وهو كان مختص انه يعمل لنا الاكل، هو نفسه اللي كان بيعمل الاكل بايده. وطبعا هو موجود علشان استشارات اثناء الشغل كاستاذ كبير. تمام. فطبعا الواحد هناك بيشتغل كطبيب، المصاب ده مين مالوش دعوه بيه. صحيح. فكان منهم مصريين شرفاء، وكان منهم برضه اسرائيليين. تمام. الطب مهنه انسانيه. مهنه انسانيه. صحيح. ولا بنسال ولا صحيح. اي حاجه، المطلوب مننا كنا بنعمله. ادينا مهمتنا كما يجب يعني، ومشينا من هناك يوم 22 اكتوبر 23 الفجر كده، وبعدها توقفت الحرب وكان حتى في نقطه تفتيش عند الكيلو 101. ووصلنا القاهره، واللي عجبني بقى ان انا عند مدخل القاهره ودخلناها بالليل الانوار مضاءه والكافيتريات مفتوحه والناس عايشه حياتها دايما عاديه. مصر عامره يا فندم. مصر عامره ومحروسه، محروسه برعايه ربانيه. وكل خطوة بنص، ومهما كانت في مصر يا مصر، وكل خطوة بنص. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. اهلا بحضراتكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. نواصل حوارنا مع ضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد. برحب بحضرتك مره ثانيه. اهلا بحضرتك. عاوز انتقل لمرحله اخرى بقى، يعني اتكلمنا على الأستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد، بداياته وحبه لدراسة الطب، تحويله من كلية الهندسة لكلية الطب، نجاحه في مهنة الجراحة وتخصصه في جراحة الأورام. ولكن كان الفكر شغال، يعني برضو مهموم بقضايا وطنك الثقافية. فاحنا أمام جراح ومفكر.
كان عندك مشروع ثقافي محترم جدا هو صالون الجراح الثقافي. كلمني حضرتك عن التجربة دي وثمارها اللي حضرتك حاسس بيها حاليا. بص حضرتك، انا الكلام ده حصل بعد ما يعني خلصت دراستي الجامعيه، وانا من الناس اللي اتعلموا مجانا، يعني اللي الدوله ما قصرتش معايا. صحيح. بل بالعكس، انا كنت باخد مكافآت من الجامعه، مكافآت التفوق. فالتفوق. فانا حسيت ان انا عليا دين، والدين ده بقى ظهر في 2011 لما الدنيا ضلمت خالص ومؤسسات الدولة بدأت تتساقط الواحدة مرة الثانية، والناس بدأ يصيبهم حالة من اليأس والقنوط، وبدأ عندنا احنا كلنا شعور بأن احنا بدأنا نفقد الهوية بتاعتنا. وده اللي أخفنا كلنا وأزعجنا كلنا، مش أنا بس، ده كل المثقفين. ولذلك نشأت الفكرة دي أياميها، لأنه علشان تشيل المواطن المصري من الوضع اللي وصل له وتوقفه عشان ما يحصلش يأس كامل، لأن ده صحيح. انهيار الإنسان، يعني ولازم يكون نشتغل على زيادة الوعي عند الإنسان مزبوط. المصري. كان لازم ده صحيح، ده يشتغل، يكون العقل يشتغل. التوجيه أساسا إلى عقلية أو فكر المواطن المصري وثقافته. فتم تدشين صالون الجراح الثقافي. هو كان الأول اسمه الصالون الثقافي. تمام. وبعدين في أحد القعدات مع السيدة تهاني الجبالي عليها رحمة الله، عليها رحمة الله، قالت لي: لا يا دكتور جمال، إذا كان أنت صاحب الفكرة، صالون ثقافي دي كلمة عامة، هنسميه صالون الجراح الثقافي، على أساس إنه عادة في التاريخ المصري عموما الأطباء لهم دور ثقافي مميز. صحيح. ومنهم أدباء ومنهم وشعراء وحاجات. صحيح. فاحنا هنسميه يعني الاسم أدباء وشعراء لا يشق لهم غبار على حسب التعبير يعني. مظبوط. فهي قالت لي علشان كمان لا يضيع في وسط الأحداث هنسميه صالون الجراح الثقافي، وأنا اشتركت فيه بقى في تأسيسه مع وزراء سابقين ورؤساء جامعات وأساتذة في الجامعة وعمداء كليات، يعني كانت توليفة من المثقفين. وكان بيعقد بطريقة دورية شبه منتظمة، كل شهر مرة مثلا، شهرية. بس مش منتظمة قوي، وملوش برنامج. هو بيناقش قضايا بتنشأ في ساعتها، بيناقش كل الموضوعات التي تتعلق بالفكر. إنما إحنا لا نقترب من موضوعات رياضية والموضوعات السياسية الاحترافية ولا للقضايا الدينية. تمام. على أساس إنه إحنا عاوزين اللي بيتقال يفيد المجموع. صحيح. ومش عاوزين خلاف ينشأ بين آراء متعارضة. ممكن آراء متعارضة في قضية ثقافية تكون مفيدة. طبعا. صالون الجراح الثقافي بدأ تدشينه 2011، يعني بقاله 12 سنة بيعمل في الحقل الثقافي المصري. هو اللقاء بتاع الشهر اللي فات كان اللقاء رقم 80. تمام. فهو بقاله 12 سنة فعلا، واعتقد ان دي اطول مدة لأي صالون ثقافي. وكما قيل بعد كده ان هو ما زال بحيويته، هو ارقى تجمع ثقافي بيلم المثقفين، لان اللي بيتكلم فيه خبراء. صحيح. والمستمعين لا يقل عنهم في الثقافة. هايل. فبيحصل هنا الحوار الثري جدا. خلينا نكمل مع حضرتك في النقطة دي، ولكن هنخرج لتقرير أعزائي المشاهدين نسأل المواطن المصري الكريم عن أهمية انعقاد ووجود صالونات ثقافية لزيادة الوعي عند المواطن المصري وخاصة الشباب، ثم نعود لنستكمل هذا الحوار الهام. طبعا مصر لها تاريخ، لها تراث كبير في مجال الثقافه والتاريخ عامه بصفه عامه، فالصالونات الثقافيه لها اهميه كبيره في تنوير العقل. زي ما اي انسان في اي مكان ليه احتياجات جسديه، فهو ليه احتياجات عقليه اللي بينميها الصالونات الثقافيه. طبعا دي حاجه كويسه جدا، بتنير العقل وتنير المخ وتفتح بالنسبه للشباب الجيل اللي طالع، حاجه كويسه جدا. يا ريت الدوله تهتم
بالحاجات دي يعني. وبتوعي الشباب وبتعلم الناس شعراء جديدة، وبتخلي الناس تبتدي اسلوبهم يتهذب. بينتج دور جديد من الادباء والشعراء الجدد، بيعمل ثقافه بين الشباب. لها اهميه مباشره في تكوين يعني تكوين الشخصيه وثقافه الاجيال القادمه والشباب. نلغي كلمة مستحيل، اللي عاش حبك يعلم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. ما زلنا نواصل لقائنا وضيفنا العزيز واخر جزء في هذه الحلقة والدكتور جمال مصطفى سعيد، وبرحب بحضرتك مرة تانية ومشرفنا ومنورنا. عاوز اخد اجابة حضرتك عن اهمية هذه الصالونات اللي تنعقد بشكل شبه دوري. هي جزء من القوى الناعمة لمصر ده طبعا. اكيد، وانا دهشت لما لقيت انه بدأت بعض المقالات الصحفية والاعلامية وفي الراديو وفي الاذاعة تشير اليه حتى بدون علم يعني. واللي دهشني اكتر انما في احد المرات في ألمانيا لقيت تقرير صحفي مكتوب في الصحف الألمانية عن مصر. هايل. ومكتوب في أحد بنوده أن في هنالك صالون ثقافي يعقد بصفة منتظمة هناك بيناقش القضايا التي تهم الوطن. لا ومؤسسها وطبيب جراح وما جابوش سيرة يعني، بس أنا أسعدني أنه وصل الصدى إلى هناك. ما كانوش بيتكلموا لا على الصناعة ولا على الزراعة ولا أي حاجة، كانوا بيتكلموا على الثقافة والوعي والفكر والوعي على أساس أن ده اللي بيميز مصر يمكن في منطقة الشرق الأوسط. صحيح. فأنا أجد أنه المردود لمثل الصالونات الثقافية على صورة مصر والمصريين في الداخل وفي الخارج الحقيقة بتمثل إضافة كبيرة جدا، وهو امتداد لتاريخ طويل من الصالونات الثقافية زي صالون العقاد والصالون اللي كانت بتعمله صحيح مي زيادة، وفي بعض الصالونات بعد كده. هل في سر يا دكتور لتميز الأطباء بالتحديد في المجالات الثقافية والشعرية؟ احنا عندنا أساطين للثقافة والشعر عبر التاريخ أطباء. الطب فيه خلطة سحرية؟ هو مش خلطة سحرية، هو الطب احنا ممكن نصنفه على انه احد الفنون اكتر من انه احد العلوم. لما تبص حضرتك لتشريح جسم الإنسان ده شيء قد لا يستوعبه العقل العادي يعني. لما تشوف كل واحد بيشتغل ازاي دي قطعة فنية، لما تشوف الكبد بيشتغل ازاي صحيح ده قدرة ربانية بطريقة إعجازية. العقل البشري بعد ما تطورت الأحداث لقينا ان الكمبيوترات بتاخد منه وتقلد قمة في التكنولوجيا لو قلنا بالألفاظ لغة العصر يعني. هو مهنة إنسانية وزي ما حضرتك بتقول فن وليس قبل أن يكون علم. مزبوط. طيب لو قلنا الدكتور جمال مصطفى سعيد بيهدي نجاحه يهديه لمين؟ بحب الوفاء إلى والدي عليه رحمة الله. وإلى أمي، إلى أن والدي توفى صغير في السن يعني، واللي تولد بقى تكملة مشوار والدتي وثم زوجتي الدكتورة راجية كامل، ثم إلى الأساتذة اللي حببوني في علم الجراحة واللي أشرفوا على دراساتي واللي تولوني بالرعاية. دكتور إبراهيم بدران، دكتور عبد العظيم رفعت. مظبوط كده. هايل. مظبوط كده. تقول إيه الجيل الأطباء الجديد يا دكتور؟ هو في نغمة طالعة السنة دي بالذات مع مكتب التنسيق ونتيجة الثانوية العامة بتقول ان دراسة الطب صعبة وانه ابعدوا عن دراسة الطب. حضرتك طبعا على الفيسبوك وشايف ده باطل او حق يراد به باطل. حق يراد به باطل. اللي غاوي طب لازم يخش طب. صحيح.
والطب ده مهنه انسانيه مش هينجح فيها غير اللي بيحبها يا دكتور. هي صعبه، انا ما بقولش ما بنكرش لكن اللي بيحبها هيقدر يكملها. مظبوط. بس هو لازم اللي يخش في دراسه الطب يبقى عارف نفسه الاول، او عارف نفسه. يعني انا ما كنتش اعرف فين دور السينما الا وانا كان عندي 30 سنه. يعني الجيل بتاعي انا كان بيروح سينمات وبيروح لا بس وقتك مشغول كله كطبيب. طبعا غصب عني. طبعا غصب عني. ولقيت انه الطبيب لازم ما يكونش طبيب بس، لازم يكون طبيب وله اهتمامات اخرى في نواحي الحياه. صحيح. ودي انا ادركتها لما سافرت بره. انا عاوز اقول لحضرتك انه لما قامت احداث 30 يونيو وبعدها انا في المؤتمرات الطبيه في مؤتمر تبع الاتحاد الاوروبي، فكان في المؤتمر ده اللي بيحضروا 3000 واحد من كل دول الاتحاد الاوروبي، وانا رايح ممثل لمصر. توضيح الصوره هنا لقيت بقى فرصه ذهبيه. يعني توضيح الصوره واقع على عاتق طبيب جراح مصري. فبعد ما المؤتمر يعني اتحط الجدول بتاعه، انا قابلت رئيس المؤتمر وقلت له خليني اخر واحد في الجلسه عشان انا عندي كلام عاوز اقوله. هايل. وشرحت لل 3000 جراح، ودي عقول جباره. طبعا شرحت لهم الوضع في مصر وغيرت لهم الصوره الكامله، وده بقى دور المثقف الحقيقي. صحيح، في تصحيح الصوره زي ما حضرتك قلت من شويه في الداخل والان في الخارج كمان. ومش لازم نرمي كل حاجه على عاتق اجهزه الدوله. صحيح. اللي هي مشغوله بالوضع اللي حضرتك شايفه ده. احنا سعداء بحضرتك جدا، وانا على المستوى الشخصي سعيد بمقابله حضرتك والتحدث عن سيره ذاتيه مشرفه زي سيره حضرتك كده، ودائما بالتوفيق ودائما معطاء لكل الاجيال القادمه. شرفتني ونورتني الاستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد، استاذ الجراحه ومؤسس صالون الجراح الثقافي. شرفتني. انا سعيد بمقابله حضرتك وسعد بيك، واتمنى ان بثقافتك العاليه دي تشرفنا في احد جلسات الصالون. يسعدني ويشرفني يا دكتور، وتمنياتي بدوام التوفيق. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا وشخصيتنا الثريه اللي كانت موجوده النهارده، الاستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد، استاذ الجراحه ومؤسس صالون الجراح الثقافي. الى ان نلتقي وشخصيه ثريه اخرى من ولاد البلد على الفضائيه المصريه، لكم مني ارق التحيات واطيب الامنيات.